ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل سندوتشات بحشوات بيتزا او بأي حشوات عندك هتقدري اللي انت تعملي السندوتشات دي. شايفين ما شاء الله شكل السندوتش قد ايه منتفخ معايا؟ شايفين ما شاء الله قد ايه طري معايا وهش وحلو قوي؟ ما شاء الله طعمه حلو قوي، مش هتبطلوا اللي انتوا تعملوه على طول. عندنا المقادير بتاعتنا 2 كوب ونص من الدقيق، ويكون دقيق جميع الأغراض، وعندنا 3 معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وعندنا الدقيق بتاعنا طبعا نكون نخلينه وعليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، و3/4 كوب من الحليب أو المية أو الاتنين مع بعض ويكون دافي، وعندنا 2 معلقة كبيرة من الزبدة. هنعجن كده كل المكونات على بعض، وبعد كده هنبدأ اللي احنا ننزل بالزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة. هنعجنها لمدة 10 دقايق لحد ما تكون بالملمس اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحطها في بولة او في طبق وهغطي عليها لحد ما تختمر معايا. بعد ما اختمرت اديتها البوكس المتين ده، وهبدأ بعد كده احطها كده على سطح العمل اللي هشتغل عليه، وهبدأ اقسمها ل10 كورات او 11 كورة. لو عندك ميزان هتعملي الكورة وزنها 50 جرام، لو ما عندكيش بإيدك كده، وهتبدأي تلمي وتقفلي كويس زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هغطي العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص الكمية. لو عندك ميزان بتاخدي كده كل قطعة وتوزنيها علشان تكون القطعة كلها حجم واحد، بتكون 50 جرام. بعد ما وزنت كده ولميت العجين بتاعي وقفلته كويس جدا من تحت زي ما انتوا شايفين وغطيته كده، هبدأ اخد اول كورة انا عملتها، وبنشابة كده او بمردانة هبدأ افرد العجين كده. وطبعا بقى عندنا اي حشوات بقى، عندنا صلصة بيتزا، وعندنا جبنة موزاريلا وجبنة رومي، وعندنا زيتون وطماطم المتوفر عندك. ولو عندك لحمة مفرومة هتعصجيها وتحطي برضو، هيكون طعمها حلو قوي. هتاخدي كده معلقة من الصلصة وهتبدأي بقى اللي انتوا تحطي الجبن كده، وهتبدأي اللي انت تيجي على طرف العجينة كده وبإيدك تبططيها، وبعد كده تبدأي تلمي كده. وأهم حاجة القفلة نكون قافلينها كويس علشان ما تتفتحش معاكي في قلب الفرن. هبدأ أجيب صاج أو صينية وأحط فيها ورقة زبدة، ولو مش متوفر عندك ورقة زبدة حطيها عادي في قلب الصينية. ببدأ أخد قطعة من العجين تاني، كورة من اللي أنا كورتها، وباخد معلقة من الصلصة، وباخد 3 معالق من اللحمة المفرومة اللي أنا معصجاها، وحبة من الجبنة الموزاريلا، وحبة من الجبنة الرومي، والأطراف ببططها بإيدي كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ببدأ ألم. أهم حاجة اللي احنا نلم كويس ونقفل كويس زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بعد كده نحطها على الصاج تاني. ببدأ بإيدي اللي أنا بططها، وبعد كده بالنشابة أو بالمردانة بفردها، وببدأ بطرف إيدي كده ببططها بالأطراف، وبحط معلقة صلصة، 3 معالق من اللحمة المعصجة، وبحط كده شوية من الجبنة الموزاريلا وشوية من الجبنة الرومي، وببدأ ألمها وأقفل كويس. أهم حاجة القفلة زي ما أنا قلتلكم. وبعد كده ببدأ أحطها على الصاج. هنعمل بحشوات تانية برضو، لو انتوا عايزين تعملوا ببسطرمة أو تعملوا بلانشون أو بشيدر أو بجبنة رومي وموزاريلا زي ما انتوا شايفين كده. أنا حشيت دي زي حشوات البيتزا. حطيت معلقة من الصلصة و2 قطع من الزيتون الشرايح، وحبة من الجبنة الرومي، وحبة من الموزاريلا زي ما انتوا شايفين كده. بحط شريحة من الطماطم، وبحط جبنة موزاريلا وجبنة رومي وزيتون ومعلقة من الصلصة، وببدأ اللي أنا ألم وأقفل كويس. أهم حاجة القفلة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ أغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة. بعد ما يتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده هشغل الفرن بتاعي طبعا على حرارة 200.
قبل ما ادخلها الفرن عندنا 2 معلقة من الحليب، وهنبدأ اللي احنا بفرشة كده وندهن العجين بتاعنا كده بالحليب. بعد كده هدخلها الفرن في الرف اللي في النص. اول لما هتاخد لون ذهبي من تحت هشغل عليها الشواية من فوق، ولو عندكم مروحة في قلب الفرن هتديكوا اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خرجت من الفرن معلقة من الزبدة تكون سايحة، وهبدأ كده ادهن بيها وش الكايزر بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله شكلها ما شاء الله، شايفين